اول اجتماع بينك وبين الايجنسي ممكن يكون سبب نجاح الحملة او سبب مشاكل هتستمر لمدة شهور. الفرق بيبقى في حاجة واحدة بس، الكيك اوف ميتنج. انا اسمي وليد عبد العزيز، اشتغلت اكتر من 18 سنة في مجال الادفرتايزنج، وبعدها دخلت اكاديميا في الماركتنج وحضرت MBA في مجال الادارة والتسويق، فبقيت فاهم عقلية الايجنسي وبقيت فاهم كمان عقلية اصحاب البيزنس. فقررت اشارك خبرتي على قد ما اقدر ما بين الناحيتين، لان انا عارف كويس قوي في فجوة حجمها قد ايه ما بين الايجنسي والماركتنج تيم. اول اجتماع ليك مع الايجنسي ده مش اجتماع تعارف، ده بيعتبر اجتماع استراتيجي. لازم يكون فيه 5 حاجات واضحين جدا. اول حاجة وهي البيزنس اوبجيكتيف، ايه هو الهدف الحقيقي من الحملة؟ وده مش الهدف التسويقي بس، ولكن هدف البيزنس. هل هو زيادة مبيعات، ولا فتح اسواق جديدة، ولا لونش او اطلاق لمنتج جديد؟ وتاني حاجة هي التارجت اودينس، مين هو الجمهور المستهدف؟ كل ما توصف الجمهور بدقة كل ما الرسالة تبقى اقوى. تالت حاجة وهي البراند جايد لاين، الايجنسي لازم يفهم التون اوف فويس، الهوية البصرية، وطبيعة البراند. يعني ايه هي البرسونا بالظبط؟ هل البراند ده فورمال رسمي، ولا هو شبابي، ولا هو حاجة لكجوريوس؟ ورابع حاجة هي التايم لاين، امتى الكامبين لازم تطلع؟ هل في لونش ديت؟ هل في موسم للبيع معين حسب طبعا طبيعة البيزنس؟ الوقت هنا والجدول الزمني بيأثر على كل قرار في الكريتيف. خامس حاجة وهي الديسيجن بروسس، مين هو صاحب القرار النهائي؟ لان كتير جدا 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 من البروجكت بتتأخر بسبب تعدد الآراء، وان كل واحد في الشركة ليه رأي مختلف. الافضل من ده كله يكون في ديسيجن ميكر واضح ومعروف. لو ال5 حاجات دول كانوا واضحين من البداية، نسبة نجاح اي بروجكت بتبقى عالية جدا، والشغل بينك وبين الايجنسي بيبقى اسرع وبروفيشنال اكتر. لو حابب تعرف ازاي الايجنسي نفسها بتتعامل مع الكلاينت، اكتب لي في الكومنتات ايجنسي، وانا هعمل فيديو عن اهم الاخطاء اللي بيقع فيها الايجنسي مع العملاء.